Ismo choice ni efi oitiron de choice o serof ari hu chas shani اسمه بجويس نفي قوي هو صرف قاري هو قدشس شاني اني Ismo choice ni angelos tiron de shani الابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته بركته من الان والابد امين. كنا خلصنا سلسله كتاب مقدس وخلصنا سفر ملاخي. بدأنا من الاسبوع اللي فات ناخد بعض موضوعات روحيه. النهارده ولمده شهر كده هناخد موضوعات حوالين الارشاد الاسري. موضوعات حوالين الارشاد الاسري. النهارده حابب اكلمكم عن حاجه كده في الارشاد اسمها المشاعر والعلاقات الإنسانية. المشاعر والعلاقات الإنسانية. يعني إيه المشاعر؟ يقولوا المشاعر تجربة واعية تتميز بنشاط عقلي شديد وبدرجة معينة من المتعة أو المعاناة. يعني إيه؟ يعني في نشاط في العقل بتأدي ليه المشاعر، بيقدر المشاعر، والمشاعر دي إما إنها تكون ممتعة أو إنها تكون أو تكون معاها معاناة. فلو مشاعر فرح تبقى حاجة ممتعة، لو مشاعر حزن تبقى معاها تبقى معاها معاناة. ويقولوا المشاعر انفعال وجداني معين. مفيش تعريف أو مفيش إجماع على تعريف المشاعر، لكن يقولوا إنها حالة تشابك، حالة تتشابك فيها العاطفة مع الحالة النفسية، مع المزاج، مع الشخصية، مع التوجه. كل دي حاجات تنتج عنها مشاعر. يقولوا المشاعر بطبيعتها معقدة شوية، وعشان كده حسب النظريات يقولوا حالات من الشعور تؤدي إلى تغيرات جسدية ونفسية تؤثر على السلوك. يعني الواحد ممكن نتيجة مشاعره تؤدي لتغيرات جسدية. ممكن الواحد نتيجة المشاعر مثلا لو واحد غضب كبير، ممكن المشاعر النفسية تؤدي لتعب نفسي وتعب جسدي. ممكن يقولوا قريت في كتاب مرة ان الانسان لما بيغضب او يحزن يقول لك دي حاجة تسمم الدم، يحصل عنده حاجات تتفرز في الجسم تخلي حتى الدم بتاعه يحصل فيه نوع من انواع التسمم. يقولوا كمان ان المشاعر تجربة ايجابية او سلبية ترتبط بنمط معين من النشاط الفسيولوجي، وتنتج تغييرات فسيولوجية وسلوكية وادراكية مختلفة. نتيجة المشاعر ديت تخلي الواحد ينتج منها تغيرات فسيولوجية سواء جسدية او سلوكية. ممكن واحد يتصرف، واحد يغضب فيتصرف تصرف انفعالي بغضب مفرط بطريقة خطيرة. أين توجد المشاعر؟ يقولوا طبعا احنا دايما نقول ان المشاعر فين؟ في القلب، مش كده؟ ده مش علمي. علميا المشاعر تنتج من من الدماغ. لكن بقى الناس اللي هم بتوع علم النفس يعني والناس بتوع النظريات يقولوا المشاعر بتنتج، انا قريتها دي وتعجبت منها، يقولوا بتنتج من المنطقة الوسطى في الدماغ. طب وهي تفرق ايه المنطقة الوسطى عن اللي مش وسطى؟ يقول لك المنطقة الوسطى دي لا تخضع لرقابة العقل الواعي. عجبت جدا منه. زي واحد احيانا لما ينفعل تلاقي تصرفاته ده يقول لك ده كان عامل زي المجنون، مش كده؟ لانه العقل الواعي مش مسيطر على المشاعر المفرطة دي. او العكس، ممكن الواحد في فرحه، احيانا الناس في الفرح تتصرف تصرفات برضو مشاعرها مفرطة، مش كده ولا ايه؟ احيانا الناس من كتر الفرح تبكي ويبقى الواحد مش عارف ده فرحان ولا حزين. تصرفات تبدو احيانا انها مش عاقلة. ايه انواع المشاعر؟ يقول لك انواع المشاعر دي كتيرة خالص.
يعني مرات يقولوا 25، مرات يقولوا، لكن مشاعر كتير. لكن العلماء حددوا 7 مشاعر أساسية سموهم المشاعر الأساسية. مرة حسب النظريات يقولوا عليها 7 مشاعر، ومرة يقولوا عليها 6 مشاعر. المشاعر الأساسية دي اللي هي الرئيسية يعني يقولوا إيه؟ الحب والخوف والغضب، كده كام؟ 3. والسعادة والاشمئزاز والحزن والدهشة. حزن والدهشة دول سموهم بعض العلماء قالوا عليهم المشاعر الرئيسية في الإنسان. المشاعر الرئيسية. طبعا واحنا بنتكلم في دراستنا في الموضوعات بتاعة المشورة دي، ناخدها تبقى مشورة أسرية يعني محتاجينها في الاجتماع بتاعنا. هنتطرق لأنواع مختلفة، وهنتطرق لحالات مختلفة برضو في الاجتماع بين إيه؟ إزاي نتعامل مع أطفالنا، إزاي نتعامل مع الطفل اللي هو في مرحلة ابتدائي، إزاي نتعامل مع الطفل الأكبر شوية، إزاي نتعامل مع المراهق. دي كلها حاجات، وناخد بعض من أنماط الإيه أو أنواع المشاعر المختلفة اللي بنمر بيها، لأن دي مهمة جدا نبقى عارفين إحنا التصرفات أو مثلا مشاعر زي الغضب دي وإزاي نضبطها وإزاي نتصرف معاها، إزاي نتصرف مع الشخص اللي عنده حالة من الغضب. النهاردة حبيت أبدأ بنوع من المشاعر، وهو المشاعر والعلاقات الإنسانية. ودي مشاعر إحنا محتاجينها في علاقاتنا الإنسانية. أول نوع من المشاعر نتكلم عن النهاردة يعني نوع من المشاعر الإيجابية. خدوا بالكم كل نوع من ال7 اللي احنا قلناهم دول ليه عكسه، مش كده ولا إيه؟ يعني الحب في إيه؟ الكراهية دي مشاعر ودي مشاعر على فكرة، فعشان كده بيقولوا دي الأنواع الرئيسية. ممكن ينتج من الكره ده حاجات تانية، غضب وانفعال، فمشاعر مشتركة، عشان كده يقولوا في أكتر من حاجة. الخوف مثلا عكسه إيه؟ الشجاعة أو الجراءة، مش كده ولا إيه؟ وهكذا. كل الغضب عكسه الهدوء أو السكينة وهكذا. كل نوع من الأنواع ديت ليها نوع إيه عكسه. تعالوا ناخد بقى المشاعر الإيجابية النهاردة. بعد المشاعر الإيجابية، أول نوع من أنواع المشاعر اللي بنحتاجها في علاقتنا الإنسانية هي مشاعر الحب. أول نوع. شوفوا البشرية كلها عندها احتياجات، في احتياجات مهمة جدا للإنسان. من ضمن الاحتياجات دي احتياج الحب، مش كده ولا ايه؟ كلنا محتاجين للحب. ولذلك الناس اللي ما خدوش حب بيحصل عندهم ايه؟ بيحصل عندهم لخبطه نفسيه، يبقى عندهم العيال اللي هم اتعرضوا لضغوطات وهم صغيرين وما تمتعوش بمشاعر الحب، لما يكبروا تلاقي عندهم مشاكل نفسيه. ولذلك احنا كلنا مطالبين ان احنا نقدم ايه؟ ناخد حب ونقدم حب، اللي هو ايه؟ حب تبادلي، يعني احنا نتبادل الحب. شوفوا مشاعر الحب الحقيقية يقول لك أرقى مشاعر ممكن أن يقدمها إنسان لآخر. طيب ومشاعر الحب الحقيقية ديت مرجعيتها إيه؟ إيه المصدر بتاعها؟ يقول لك المصدر الأصلي أو النبع لكل مشاعر الحب الحقيقي هي من الله. ولذلك الحب الحقيقي، اسمعوا الجملة دي، هو من الله، منبعه الله، وغايته الله. مهمة قوي دي، اسمعوا. انتوا فاهمين الفرق بين الاثنين؟ منبعه الله يعني هو جاي من ربنا، احنا خدناه من ربنا. وغايته الله يعني ايه؟ يعني هدفه ربنا. لذلك الناس اللي تفهم الكلمتين دول تقدم حب بدون ايه؟ بدون مقابل، مش كده؟ لو الواحد فهم ان الحب من ربنا بس، لكن ما فهمش انه غايته ربنا، يعمل ايه؟ يستقبل الحب لكن ايه؟ ما يقدمش حب حقيقي. انتوا معايا ولا مش معايا؟ فهموا الحكايه دي. ولذلك الحب في معناه الحقيقي مصدره وغايته الله. غير كده سامحوني يعني يكون حب ايه؟ مزيف. عشان كده لو شاب بيحب شابه من غير وجود الله، يبقى محبتهم دي ايه؟ اي حاجه غير الحب. قول عليها بقى شهوات، قول عليها نجاسات، قول عليها. لما يجي شاب ولا شاب يقول طب وايه يعني ان احب خارج اطار الزواج في الخطوبه؟ ماشي يعني. او ايه يعني ان احب خارج اطار المسيحيه؟ مصيبه سوداء، مش كده ولا ايه؟ لان ده حب مش من الله وغايته مش ايه؟ مش الله. فما يبقاش حب، يبقى شهوه، يبقى نجاسه، يبقى اي امر تاني وهكذا. ربنا هو مصدر الحب. عشان كده يقول ايه؟ كما احببتكم انا تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. زي ما انا حبيتكم انتوا تحبوا بعض.
وزي الآية التانية اللي بتقول ايه؟ نحن نحبه لأنه هو أحب. ربنا ادانا الحب وبعدين خلانا نحبه، وبعدين ناخد من الحب بتاع ربنا ونعمل ايه؟ نشترك في الحب ده مع الخليقة كلها. ربنا يسوع هو مثال الحب، قدم لنا ومحبته اتجلت في أمرين مهمين جدا. ايه هما الأمرين دول؟ أول حاجة خدمته للبشرية المحتاجة. اسمعوا الكلام، ربنا يسوع المسيح ما قدم لناش حب مشاعر بس، ولا كلام حب بس، ولا عبارات حب، لكن قدم لنا ايه؟ قدم لنا حب عملي تمثل في أمرين مهمين جدا. أولا خدمته لكل المحتاجين للخدمة. يقول الكتاب عنه كان ايه؟ كان يقول يصنع خيرا. برافو عليكم، كان يقول يصنع ايه؟ خيرا. وايه بقى يقول يصنع خيرا؟ يعمل ايه؟ يعدي على مريض يشفيه. ربنا مش كان بس بيروح للمرضى، ده ربنا مش كان المرضى بتجيله، ده هو كان بيروح للمرضى، يعدي على مريض يشفيه، يعدي على محتاج، يعدي على خاطي، يعدي كل المحتاجين قدم لهم ايه؟ قدم لهم احتياجاتهم، خدمة للبشرية المحتاجة. الحاجة التانية تجلت محبة ربنا في ايه؟ في غفرانه الذي تم على الصليب. ربنا تجلت محبته في الصليب، قال لأنه هكذا، قولوا معايا عشان نحفظ ايه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. وليس لأحد حب أعظم من هذا. إيه هو؟ أن يضع أحد نفسه أجل أحبائه. مفيش حب أعظم من كده. عشان كده كل مرة أكرر لكم العبارة دي، علامة الحب الحقيقي هي علامة الإيه؟ علامة الصليب. ومقياس الحب الحقيقي هو مقياس الإيه؟ الصليب. كل ما هو خارج إطار الصليب يبقى محبة إيه؟ محبة منفعة. طب ربنا عايزنا إيه؟ عايزنا على مثاله. شوفوا ربنا عايزنا على مثاله نخدم، فربنا خدم المحتاجين، عايزنا احنا كمان نعمل ايه؟ نقدم خدمة للمحتاجين. ربنا غفر لمن أخطأ إليه وغفر للمخطئين، فعايزنا احنا كمان ايه؟ نغفر. عشان كده أحباء علامات الحب الحقيقي عندنا الحب العمل، يعني خدمة الآخرين وإيه؟ وإيه كمان؟ والغفران. عشان كده الشيطان أكتر حاجة بيخلي الناس تعمل إيه؟ سامحوني، يعني الشيطان دايما عايز الناس قايمة على بعض، عايز انقسام. تلاقوا اليومين دول على الميديا في ناس كده عاوزة تشاور على إن في انقسام. ليه؟ الشيطان يحب قوي الانقسام ده. ليه؟ عارف إن طول ما الكنيسة واحدة كل مملكة منقسمة على ذاتها إيه؟ تخرب. هو يحب يقسم. عايز تخرب دولة اعمل ايه؟ اقسمها. طب عايزها قوية خليها ايه؟ على قلب رجل واحد. حتى الرئيس السيسي دايما يقول العبارة دي للناس، طول ما احنا كده ما حدش يقدر يخترقنا. ليه بيقول العبارة دي؟ لانه صح، طول ما احنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يخترقنا. دايما الاختراق بيجي بالايه؟ بالانقسام. طب يوجد ايه بقى؟ يوجد مخاصمات ويوجد نزاعات. فاحذر. عايز تقدم حب حقيقي، قدمه زي ما المسيح قدمه في ايه؟ في الخدمة. اخدم. احنا لما بنلاقي خادم خدمته ضعفت نقول له ايه؟ راجع محبتك. عشان كده ربنا قال ايه في سفر الرؤيا لملاك من ملائكة الكنائس؟ قال له ايه؟ قال له عندي عليك انك ايه؟ تركت محبتك الاولى. اذكر من اين سقطت وتب. ومعلمنا بطرس لما تشكك في ان هو ينفع يبقى راعي، ربنا قال له ايه؟ أتحبني. بعد كده قال له رع خرافي. يعني ايه؟ عايز يقول له ايه؟ راجع محبتك. انا يهمني ايه؟ يهمني محبتك. لما تبقى عندك المحبة تقدر ايه؟ تقدر تخدم. ولما يبقى عندك المحبة دليلك العامل على المحبة هو ايضا ايه يا اخواتي؟ الغفران. نغفر. ارجوكم احبائي اغفروا لبعض. عايز اقول لكم مبدأ في العلاقات الاسرية. ايه هو؟ ما احنا بنتكلم في ارشاد. ايه هو؟ كلنا من الطبيعي ان احنا ايه؟ يحصل مناكشات كده ولا مناكفات. لكن في مبدأ كنسي مهم وانجيلي. ايه هو؟ لا تغرب الشمس على غيظكم. شوف ربنا لما قدم لنا حب ايه؟
غير مشروط. عايزكم تحفظوا دي عشان انتوا تعملوها مع عيالكم، ودي غلطه، وتعملوها مع بعض. يعني ايه حب غير مشروط؟ يقول كده: ولكن الله بين محبته لنا. بين محبته، عمل ايه ربنا؟ لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. البار لاجل الاسماء. احنا خطاه، احنا ما كناش نستحق ان المسيح يموت من اجلنا، لكن ونحن خطاه مات المسيح عشان يقدم لك حب ايه؟ اسمه ايه بقى؟ اعظم انواع الحب، اللي هو الحب الايه؟ الغير مشروط. يعني ايه الحب الغير مشروط؟ اللي مش متوقف على الاخر بيعمل معايا ايه. شوفوا معلمنا يوحنا، اسمه يوحنا الحبيب بتاع الحب، يعني قال ايه في مره؟ قال: ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم. ايه الفضل؟ ايه الفضل في كده؟ لو انت بتحب ابنك عشان هو كويس، ولا بتحب اخوك اللي في الكنيسه عشان هو كويس، ولا بتحبوا بعض عشان هو كويس وانت كويس، لا، ما يبقاش ده الحب الحقيقي. انت بتحب الكويسين، طب ما ده الطبيعي. طب ما اللي في العالم برضو بيعملوا كده. هو في حد بيكره الناس الكويسين معاه؟ ده الدول ما بتحاربش بعض اللي هم بينهم معاهدات، مش كده ولا ايه؟ يقول لك ما احنا كويسين مع بعض، نحارب بعض ليه؟ مش كده؟ طب وانت، لكن بقى القدرة الحقيقية الحب المسيحي الغير مشروط، اللي هو يقدم حب حتى للناس اللي مش متقبلانا. عشان كده ربنا لما قدم لنا الحب قال ايه؟ احبوا ايه؟ اعدائكم. اعدائكم اللي هم مين؟ الناس اللي بتكرهك، اللي مش بتحبك. طب وده قابل للتطبيق؟ قابل للتطبيق في المسيح، في المسيح يسوع. الروح القدس اللي فيك يقدر يديك النعمة دي. لما تخدم حد ما بيحبكش، دي الخدمة الحقيقية. قدم عمل كمان مع بعضنا البعض. محتاجين نقدم محبة لبعضنا البعض، ونقدم لأولادنا محبة غير مشروطة. انتوا عارفين احنا واحنا بنعلم ولادنا بنعلمهم احيانا غلط. نقعد نقول له ايه؟ اعمل كده عشان بابا يحبك، اعمل كده عشان بابا يسوع يحبك، اعمل كده عشان ماما تحبك، اصل لو جبت هنبقى بنحبك اكتر. وكأنك بتقدم له حب ايه؟ مشروط. صحيح المفروض انت تشجع، بس ما تحطلوش شرط للحب. ولذلك يقول لك الاب او الام لو عنفوا اولادهم، بعد ما يعنفوا يعملوا ايه؟ ياخدوهم في حضنهم. بعد عنفته شديته وتأثر، خده في حضنك بقى، خده في حضنك. الزوج اللي يعنف زوجته ولا تشعر ان في مشاعر، ما فيش مشاعر، هي مش شاعره بمشاعر الحب منه، هي محتاجه منه ايه؟ ياخدها في حضنه. مش كده ولا ايه؟ احنا احيانا نستكبر على بعض الحكايه دي، او لما نتكلم في شوفوا احباء، ما فيش حد منا مش محتاج للحب في اي سن من السنين. مش كده ولا ايه؟ يا ده انا فاكر كانت ليا عمه من العمات، وكانت كبرت خالص في السن، الله يرحمها يعني، وما كانش عندها اولاد، مش مخلفه هي. ولما كان الواحد يروح يزورها وياخدها بحضنه كده، تقعد تقول له يا ولدي يا حبيبي، وتقعد تطبطب تطبطب، والواحد يطبطب، وهي تقول ده انا مش عايزه اسيبك من حضني ابدا. مشاعر حقيقية، مشاعر حب. كلنا محتاجين المشاعر دي. ارجوكم احتضنوا بعض، احتضنوا بعض، ما تسيبوش بعض. حتى احيانا لما نيجي نصالح بعض يكونوا اتنين عندهم زعل بينهم بقى، يلا صالحها، يبوس على دماغها كده وهو يعني ايه، كان هيخبطها بالروسيه وبعدين تراجع يعني اهو. لا، فين المحبه الحقيقيه؟ فين الاحضان اقول لكم على حاجه، ولادنا محتاجين لاحضان حقيقيه، حقيقيه. محتاجين ان احنا نشد، صحيح، لكن لازم يكون كل اب وكل ام مننا حازمه في وداعتها ووديعه في حزمها. مش كده ولا ايه؟ ربنا لما بيتعامل معانا بيعمل ايه؟ يقول الكتاب ايه؟ يجرح ويعصي، يسحق ويداه تشفيان. شوف ربنا الحنين. ممكن ربنا يدي لك كده يعني قرصة ودن عشان تفوق، بس يعمل ايه على طول؟ ربنا ده يعصب، يدمر الجراح. ايوه، هو ده، هي دي العلاقات الانسانيه الحقيقيه، دي المشاعر اللي احنا مفتقدينها في البيوت
ومفتقدينها حتى. اخطيت يعني في التعبير. هي ايه البيوت؟ ايه هي البيوت؟ كنيسه صغيره اسمها ايه؟ الكنيسه التي في بيتك، مش كده ولا ايه؟ فالكنيسه الصغيره دي بتتجمع جوه الكنيسه ايه؟ جوه الكنيسه الكبيره. طب لو اخطيت يعني، لو البيوت فيها جفاء هيحصل ايه؟ هينعكس علينا بصوره او باخرى، مش كده ولا ايه؟ لو البيوت ما فيهاش احتواء وفيها حب. عارفين البيت اللي ما فيهوش حب فيه ايه؟ في عدوانيه، في عصبيه، في انفلات. الولاد اللي اتربوا في حب وشايفين بابا وماما بينهم حب، خدوا بالكم الحب مش يا فرحتي انك بتحب ولادك قوي وبتدلع فيهم ومش بتحب جسدك الواحد اللي هي مراتك، ولا العكس. ايه ده؟ بتقدم نموذج شكله ايه؟ هيقول لك معلش احنا مش بتوع الحاجات دي يا عم، احنا قلنا لك اعمل ايه؟ مش بتوع الحاجات دي، قلت لك شغل لها شريط مش عارف مين ده، حد يقول لي اي اسم كده. لا، ده بيقول لك احتضن، طبطب، وعبر عن محبتك واهتمامك. حب حقيقي. الحب الحقيقي ده ممتد منين؟ من محبة المسيح. ربنا الإنسان اللي بيحب ربنا حقيقي تلاقوه شفوق ومحب لكل أنواع الخليقة، مش كده ولا إيه؟ كل أنواع الخليقة. فخدوا بالكم من الحكاية دي. يبقى أول مشاعر عندنا اسمها مشاعر إيه؟ الحب. عايزين نعبر عنها بإيه؟ بخدمة الآخرين والمغفرة. قولوا معايا. لا مش هنمشي لما نسمع. لا مش كلكم بتقولوا. نعبر إزاي عن مشاعر الحب؟ يا لما الله ما أقول اللي بعدها لما كلكم تقولوا. نعبر بإيه؟ خدمة الآخرين والمغفرة. اغفروا. طب أنا بقول لك كده عشان لو أنت زعلان من حد ما تطلعش من الكنيسة وأنت لسه زعلان يا حبيبي. على الأقل حط في ضميرك إنك نتصالح. على فكرة يعني في العلاقات الزوجية مفيش كرامة بين الزوج والزوجة. يعني هو اللي زعلها وهي اللي راحت له يبقى هي الأقوى. اللي بيتكلموا دول هي الأقوى. دايما الطرف الأقوى هو اللي بيقدر يروح. ومين فينا الأقوى مش مهم. مين فينا اللي يبدأ مش مهم. المهم إن إيه؟ لا حطوا مبدأ قدام عينيكم، لا تغرب الشمس على غيظكم. ليه؟ لأن وارد جدا إن إحنا نختلف ويحصل حاجة. بس إيه؟ هات شوية. كانوا زمان يقولوا كلمة حلوة كده، كانوا يقولوا إيه؟ قلبك أبيض يا إيه؟ يا نصراني. قلبك أبيض يا نصراني. خد بالك. أول مشاعر اسمها مشاعر الإيه؟ نمرة 2 مشاعر التشجيع. هناخد بعض المشاعر الإيجابية. مشاعر الإيه؟ أكتر. بحثوا كده إيه أكتر الأشياء اللي ممكن تحفز الإنسان على الحماس والعمل المتواصل؟ لقوها إيه؟ التشجيع. بحثوا يعني. كنت بتناقش في مرة مع حد صاحب شركة كبيرة. الشركة دي بتاعت تنمية بشرية، فبيعملوا كورسات كبيرة جدا. هم بيدربوا ناس كتيرة قوي في المجال ده. فقلت له ايه اهم حاجة؟ فعندهم بقى في الشركة موظفين شغالين معاهم، فبسألهم يعني ايه اكتر حاجة انتوا بتعملوها؟ قالوا لي احنا اكتر حاجة بنعملها في الشركة التشجيع. ونتيجة ده ان كل موظف في الشركة بيعتبر الشركة دي ايه؟ بيته، بتاعته. بنشجعه وبنحفزه. يقول لك فالتشجيع ده هو اللي يخلي الواحد يعمل عمل متواصل. يعني ايه؟ ده لو كان يمشي خطوة يمشي 100. تشجعته. طب ولو ما شجعتوش ربنا معاك بقى. يقول لك الزوج عشان يكسب زوجته لازم يشجع، والزوجة ايضا تعمل ايه؟ تشجع. مش كده ولا ايه؟ يعني قلت لكم انا مرة قبل كده، يعني من الحاجات البسيطة جدا اللي نشجع فيها بعض. انت تمتدحها وهي تمتدحك. يعني بتقدم لك اكل تقول لها يا عاشت ايديكي، ده الاكل النهارده رائع، ده خطير، ده يعني حاجة جميلة جدا. ايه الشطارة ده؟ يجرى ايه يعني؟ قلت لها تسلم ايديكي، ده الاكل النهارده زي العادة، يعني دايما الاكل حلو.
يا سلام لو جيت في مره كده قاعد قدام حد وبتقول لهم لا ده الا اكل فلانه بقى، ده المدام دي مفيش بعد كده. ايه رايك في الكلام ده؟ وبعدين هي كمان بالمثل تقول لك ده انت كتر خيرك، انت شايل البيت كله وانت تعبان وانت شايل وانت عامل. شوفوا الطفل، ولادنا محتاجين تشجيع. يقولوا ايه؟ الطفل محتاج تشجيع عشان يكتسب مهارة. اسمعوا الكلام ده. الطفل، ده مش كلامي، ده كلام الناس، انا محضر لكم من كتب بتاعت علم نفس بتاعت مشهورة. يقول لك الطفل من اجل ان يكتسب مهارة يحتاج الى التشجيع. يعني ايه؟ يعني عندي ابني في اولى ابتدائي ولا في تانية ولا مش بيعرف يقرأ كويس، خليك انت فاشل زي ما انت كده، خلي كل العيال شاطرين وانت الوحيد اللي فاشل فيهم، خليهم كلهم بينجحوا وانت الوحيد اللي بتسقط. بتعمل ايه حضرتك ولا حضرتك؟ خلاص ضيعته، خدته في طريق الفشل الاعظم. يقول لك عشان يكتسب مهارات جديدة لازم يتشجع. هقول لكم حاجة كلكم عارفينها كأبهات وكأمهات. ايه هي؟ لما بيجي طفلنا، يكون عندنا طفل صغير لسه بيتعلم المشي، ايه اللي بيحصل؟ نسنده ويمشي خطوه كده ويعمل ايه؟ يقعد نقول له برافو برافو برافو، مش كده يجي لا خلاص حلو شاطر شاطر شاطر. مش كلنا عملنا كده ولا ايه؟ بس انا عملت كده، ما اعرفش انتوا عملتوا ولا ما عملتوش؟ كلنا. مفيش طفل اتعلم المشي ولا الكلام الا لما بابا وماما شجعوه. صح ولا غلط؟ ده الطفل اللي متاخر في الكلام نقول لهم ايه، ودوه الحضانه يقعد مع العيال شويه، والميس بتاعت الحضانه تقعد تقول له برافو شاطر، ينطق. التشجيع يوجد مهاره. طب والعكس؟ عشان كده احنا كلنا محتاجين نشجع بعض. شجعوا اولادكم. الكتاب يقول قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. ده ربنا. يعني ايه قصبة مردودة؟ يعني ايه؟ يعني احنا لو جبنا خشبة كده قصبة وكسرناها ما بقى لهاش لازمة. لو احنا عايزين نتسند عليها مش هنسند عليها، لكن مع كل ربنا ما يقصفهاش، لا يقول لا دي يجي منها ندمدها وتبقى كويسة نشددها. وفتيلة مدخنة يعني ايه؟ خلاص النار اللي فيها اتطفت، ومع كل ربنا بروح القدوس يقدر يشعلها ويجعلها نار من جديد. ويقول قوموا الايادي المسترخيه والركب المخلعه. قوموا الايادي المسترخيه يعني ايه؟ اسندوها. شجع. الكتاب يقول ايه؟ شجعوا ايه؟ صغار النفوس. شجع يا حبيبي. يا سلام، صدقوني اقول لكم على حاجه، كلنا محتاجين للتشجيع. يا سلام الواحد كده اكون بنشتغل في الكنيسه وعملنا شويه حاجات وراح سيدنا معدي كده وقف على الطريق الدائري، ابونا ايه الحاجات الحلوه دي؟ طب تمام اعملوا كده. الواحد مكمل ومتشجع ومبسوط، سيدنا مبسوط، الواحد منطلق. ولا كنا ناويين مرهقين شويه، دبت فينا الروح من جديد. مش كده ولا ايه؟ كلمه حلوه، مش كده ولا ايه؟ كلنا محتاجين للتشجيع. شجعه، شجع ابنك، قول له برافو حبيبي انت حاولت. احنا كاباء اعتراف مطلوب مننا باستمرار ان احنا نشجع ولادنا. نقول له ايه؟ برافو عليك انت شاطر، برافو عليك، اتشجع. طب ولما نشجعه ونقول له كلام كويس، نخليه يكتسب مهارة الفضائل والنمو الروحي والنضج. مش كده ولا ايه؟ لو ادينا الولد، عجبني قصة مرة حكاها لنا واحد من الاباء عجبتني خالص. لو جالنا واحد بيشرب سجاير وقلنا له ايه؟ عايزينك تتشجع انك تبطل سجاير. النهارده كان بتشرب كام علبه؟ قال بشرب علبتين في اليوم. لو جه بعد اسبوع وقال انا ابونا بقيت اشرب علبه ونص، نقول له انت خيبان ولا نقول له برافو؟ نعتبره بيتوب ولا ما نعتبروش؟ بيتوب. مش كده ولا ايه؟ صح. شجع. تشجيع. ياما ناس اتبنت بالتشجيع، وناس انا اسف في التعبير يعني اتهدمت بسبب قله التشجيع والكلام. ما عكس التشجيع الايه بقى؟ الاحباط بقى. احبط بقى وقول له كلام ايه الاكل اللي ما يعلم بيه؟ ما فيش، سبت كل الحاجات الحلوه اللي في الاكل ومسك في ايه؟ الملح مش عارف ما يا عمي شجع. ولا العيل جايب 95 ايه؟
وما جبتش ليه 98 ما بقيت الفصل؟ طب والناس اللي جابت 98 انت اقل منها من ايه؟ يا عم شجع، برافو عليك حبيبي، شاطر، ممتاز، رائع. ها ده الولاد الصغيره لما بنلاقي ولد بيقول لحن حلو، ها خلينا نقول له برافو بس، يا خبر ابيض الواد يبقى مبسوط خالص، شاطر. ده عايزينك، يلا عايزينك لما تبقى معلم بعد شويه تبص تلاقي الواد جاي اهو حافظ حصه الالحان وشاطر. انا بزعل لما حد من الخدام الكبار يشخط في العيال في الهيكل، ولا يقول له لا بس اسكت ولا ما تعملش ليه؟ يتعلم. انكل جورج الله يعوضه يمسك العيال الصغيرين والعيال بتوع اعدادي وثانوي كل جمعه يقعد يقرا معاهم القرايات ويوزع عليه القرايه، ولو مدين له هو قرايه يقوم موزع له، يقعد يقول له برافو بتاع. العيال بقى تتحمس وتيجي وعايزه تقرا. صح ولا ما حصلش؟ حصل. كان شجع. التشجيع يبني ويكسب الناس ايه؟ مهار. اول مشاعر كانت مشاعر ايه؟ الثاني مشاعر التشجيع. الثالث مشاعر الاحترام والتقدير. انا كل مره اصر ان انا اضيف الاحترام والتقدير. احب قوي في كل حاجه احط كلمه الاحترام دي. بص، الحب هو البناء، طب والاحترام الاساس. طب لو في بنينا مبنى من غير اساس يقع. فالعلاقات قايمه على الاحترام. علاقات عموما. انسان الله يحترم الاخرين. ليه؟ لانه بيحترم الانسان اللي خلق على صوره الله ومثاله. اقول لكم على حاجه، انسان الله يحترم حتى غير المؤمنين. احنا عمرنا ما بنستخدم تعبيرات زي تكفير ولا نكفر الناس، ولا نقول مين هيدخل السماء ولا مين مش ما يخش السماء، مش عشان احنا خايفين من حد ابدا. عارفين ليه؟ عشان المسيح يحترم ادميه الناس. ما تجرحش حد بكلام يأذيهم. الاحترام ده اللي يحترم انسانيه الناس. عارفين اللي يحترم انسانيه الناس؟ يحترم الانسان كانسان بغض النظر عن مركزه وعن مكانته وعن مستواه. يحترم، انا اسف يعني، الراجل اللي بيجي يجمع الزباله في البيت ويتعامل معاه بذوق زي ما يحترم رئيس اتحاد الملاك يعني، ولا يحترم الراجل اللي في الشارع زي ما يحترم رئيس الحي. ده زي ده. الرجل زي المرأة. الطفل زي الكبير. الطفل ده على فكرة والولاد الصغيرين ولادنا دول محتاجين احترام. احنا لو تعاملنا مع الولاد بدون احترام نعودهم ايه؟ قلة الاحترام دي. عايزين نتعلم ان احنا ما نطلعش من بقنا كلام فيه ازدراء ولا كلمة تنم عن عدم احترام حتى بولادنا. هقول لكم بعض بقى من علامات الاحترام داخل الأسرة. مين مصحصح؟ كلكم مصحصحين، برافو عليكم. أول حاجة من علامات الاحترام كلمات الحب التي تسبق الاسم. يعني ايه دي؟ يا مريم يا حبيبتي، يا إريني يا حبيبتي، يا مينا يا حبيبي. حبيبي يا مينا، يا سلام. قول له واحد كده حبيبي يا فلان، ازيك يا حبيبي يا مينا، عامل ايه؟ ولا ازيك؟ يا كلمة مهمة جدا. أنا بصراحة بناتي أنا بمارس معاهم الحب كله يعني. نقعد نقول لبعض كل عاملة إيه يا روحي يا قلبي، وحشتيني النهاردة. إيه ده؟ نحترم كلمات حب. وهم يخشوا يقولوا لي عامل إيه يا بابا حبيبي، عامل إيه؟ حلو. أنا ببقى مبسوط وهم مبسوطين. نعمل كده مع الأولاد والمخدومين. أهلا يا حبيبي عامل إيه؟ خلوا طفل صغير كده يدخل نقول له أهلا يا حبيبي عامل إيه؟ يبتسم ويبقى فرحان. اما ده بنتعامل بقى ايوه يا زفت. كتيره قوي زفت دي، مش كده؟ بتحصل ولا ما تحصلش؟ انت يا كذا، انت يا كذا، على راي انكل فيليب، يا كذا يا كذا يا كذا، شغالين في كذا دي كتيره خالص. ايه؟ ولا يا واد، ليه يا واد؟ ولا يا بت، ليه يا بت؟ على فكرة من علامات الاحترام ان الواحد ينادي الانسان باسمه. على فكرة لما حد مرة زمان
دخل عندنا الكنيسه حد كبير في السن يعني، مش موجود دلوقتي. وبعدين دخل الكنيسه فسلم عليا، فقلت له حضرتك مين؟ قال لي انا فلان الفلاني، وكنت بروح كنيسه كذا وعرفت ان في كنيسه جنبنا ابتديت اجي الكنيسه. الكلام ده من اول ما جينا الكنيسه يعني. المره اللي بعدها جه فقلت له اهلا ازيك يا عم فلان. الراجل انبسط جدا جدا. وبعد القداس كده بعد ما خلصنا لقيته داخل لي في الاعتراف، قال لي شوف يا منى، انا بصراحه لما قدسك سلمت عليا كده وقلت لي ازيك يا عم فلان قلبي كده انفتح لك، فانا قلت بقى اعترف عند ابونا عشان الكنيسه الثانيه بعيده عني. قعدت اقول ياه قد كده الحاجه البسيطه دي بتاثر في الناس، تاثر. انا اشوفك ازيك يا استاذ فلان، تقول ده ابونا عارفني وعارفني بالاسم، مش خد يا طبعا يعني يعذرني اي حد ان احنا بننسى احيانا، ولا خد يا بت، خد يا، ولا الزوج اب يقول لمراته في البيت يا بت. ايه ده؟ بت ايه يا عم؟ بت ايه يا عم؟ خلاص بقى ده اكل عليه الدهر وشرب. الكلام ده كان ايام الكفار زمان، ايام قريش. خلاص يا عم بقى كانوا بيقولوا كده ايام حنظله يعني. احنا مش هنخلص من الحنظله ده ولا ايه؟ خلاص بقى. ولو قلت لها يعني يا حبيبتي يعني دي إيه؟ كلمه معيبه يعني، ولا ده كلام حلو ومقدس؟ مش كده ولا ايه؟ خلي بينا، خلي كلامنا حلو في احترام. نمره حاجه 2 داخل الاسره. ارجوكم انا بقول لكم الموضوع ده اسمه ايه؟ مشوره، موضوعات المشوره. انا بس بحب يعني بحب اخد الجوانب الروحيه، مش بحب ناخد الامور النفسيه والحاجات دي. نمره 2 من علامات الاحترام داخل الاسره اعطاء فرصه لكل فرد في الاسره ان يقول رايه، ولا بد ان نناقش هذا الراي ونحترم اراء بعض. كل واحد يقول رايه. مره زوج جالي قال لي انا عايز اشتري حته ارض. مراته جت قالت لي انا مش عايزين ارض، طب احنا نتزنق ليه؟ ما احنا عايزين شقه مثلا يعني. انا فاكر الحدث ده، مش فاكر مين اللي قاله لي. قال ما ناخد راي بعض يا حبيبي، تقعدوا مع بعض وتتوافقوا، مش كده ولا ايه؟ ناخد راي. طب وايه رايك لما تاخد راي اولادك؟ يعني اب مصمم انه يجوز بنته لحد، وايه رايها ايه؟ اصل الواد كويس، طب رايها ايه؟ او وهكذا بقى. وخد وقيسوا بقى على الموضوع ده حاجات كتيره جدا جدا. لازم يكون في بيننا وبين في الاسره حاجه اسمها حوار. بصوا يا احباء، اقول لكم حاجه مهمه خالص. في حاجه خطيره بتحصل من غير ما نقصد. ايه هي؟ ان الزوج ينام في اوضه والزوجه تنام في اوضه تانية، وتقول بحجه ان انا مع العيال او عندي اطفال او كده. ده كلام مش صح. ليه؟ لان الاوضه الواحده مش للعلاقات الجسديه، لا مش بس، لا خالص. الاوضه دي للايه؟ للحوار وللمناقشه وللراحه، مش كده؟ وللطبطبه ولكل حاجه. احنا في حوار ممكن يدور بين الاب والام، العيال ما تسمعوش. تسمعوه فين؟ افرض حصل حاجه مشاده مع العيال وانت عايز تعاتبها فين؟ قدام العيال. تخلي العيال يقولوا ماما غلطانه وبابا شدها النهارده، او العكس. ما في امهات برضه هي اللي بتشد الرجاله يعني. نمره 3 احترام مشاعر الابناء واعطائهم فرصه للتعبير عن مشاعرهم وعدم الاستهزاء بهم. يعني ايه؟ احيانا العيال تتحمق. يعني اقول لكم حاجه، في مره اب زعل عيل كمثل يعني، وبعدين الواد من الحمقى عيط، يقول له ما تعيطش. ما عيطش ليه يا عم؟ دي مشاعره الانسانيه. ليه ما عيطش يعني؟ لا ما تعيطش، انا قلت لك ما تعيطش، ومصمم من لو عيطت هضربك. تضربه ليه؟ احترم مشاعره واحترم طريقه تعبيره. ممكن يعبر حتى غلط وانت تقول له وتوجهه، لكن مش معنى انه عبر غلط مره انه هو قليل ادب. لا، مش كده. العيال احيانا تعبيراتها تخونها. بصوا احباء، عايز اقول لكم على حاجه لازم تفهموا، ان العيال مش بيبقوا قاصدين ان هم ما يحترموناش. احيانا العيال من لغه الحوار بينهم وبين صحابهم ما يعرفوش يفرقوا، خاصه في سن المراهقه. ما يعرفش يفرق بين تعامله مع اصحابه وبين تعامله مع بابا وماما. هو ده مش صح، صحيح، بس ده مش معناه انه بقى قليل ادب ولا انه مش متربي.
ده معناه انه حاجات بتفلت منه. لو عملنا حوار كده، طب هو ينفع؟ طب تعالى نقعد نتكلم مع بعض. طب هو ينفع انهي احسن، الحوار بينك وبينه واحترام رايه، ولا انه يخرج بره يدور على حد يحترم رايه؟ وانت ونصيبك بقى يا حبيبي. يطلع بره يلاقي واحد صاحبه بايظ بيسمع له يقوم ماشي وراه، مش كده ولا ايه؟ وهكذا. والبنات وما ادراك بقى بالايه؟ بالبنات. حضرتك ما بتحترمش مشاعرها وعمال تهزقها. شوفوا اقول لكم على حاجه، تربيه البنات دي عامله زي ايه؟ اللي ماشي على الازاز، يعني عايزه حساسيه. البنات يعني هل بنت تتضرب؟ ولا بنت ولا ولد. لكن تخيلوا بقى في حاجات غريبه. خد بالك يا حبيبي، مواضيع خطيره جدا جدا جدا. ما يشوفوا البنات اللي هم بيدوروا على حاجات بره، ولا يعرفوا ولاد، معظمهم بيبقوا مفتقدين للحب جوه البيت، واحترامها وتقدير قيمتها واحساسها انها قيمه. شوفوا كل ولادنا ليهم قيمه في عيوننا، بس احنا مش بنعبر عن القيمه دي. ما بتقولوش غلاوتك، بتقول له انت عارف انا بحبك، انت ما انا بعمل عشانك. هو يا عم مش عارف اللي انت بتعمله، هو في مرحله سنيه مش مدرك البذل والتعب والشغل. هو كل اللي انا بعمله عشانهم ده مش مبين الحب. مش مبين. ده من وجهه نظرك انت، حضرتك بتشقى وبتتعب، والام برضو بتشقى وبتتعب، لكن العيال مش مدركين ده. احباء، العيال محتاجين لغه التواصل والحوار والكلام والتشجيع. صح ولا انتوا مش معايا؟ انا بقول كلام غلط؟ لو قلت حاجه غلط قولوا لي انت غلطان، انا هقبل منكم. نمره 5، اعطاء قدر من الحريه لاتخاذ بعض القرارات. ايوه، اديله فرصه، خليه ياخد حريته في انه ياخد قرارات. دي كمان اديله قدر من المسؤوليه. عشان انتوا عارفين، قريت حاجه زمان طبقتها مع اولادي. لازم اديهم قدر من المسؤوليه ان هم يعتمدوا على نفسهم. فكنا مثلا لما نيجي نشتري لبس وهم صغيرين، اقول لهم لا اختاروا انتوا لنفسكم، لا انتوا جربوا. وانا اقول لهم طب ماشي دي حلوه، طب مش يمكن دي احسن، بس عايز ده، طب خلاص مش مشكله، ما يجراش حاجه. نديله قدر من المسؤوليه على قدر ايه؟ على قدر استطاعته. نحمله المسؤوليه. طب خد انت الفلوس واعمل. شجع، اسنده، خليه يتحمل المسؤوليه. طب ايه رايك احنا عايزينك انت اللي تدبر لنا الموضوع ده النهارده، وكمان خد رايه في القرارات. يعني احباء، ما ينفعش ان الاب مصمم مثلا الواد عايز يدخل علم علوم ولا علم رياضه ولا ادبي، يقول لا انا ماليش في العلوم، انا عايز ادخل ادبي. وابوه لا ادبي ايه؟ احنا هنعمل ايه بادبي دي؟ وهنجيب لك يا عم هو ميوله ادبيه، طب يعني هندخله غصب عنه. يدخل الواد طب ولا يدخل هندسه ويفشل ويقعد يعيد سنه والثانيه والثالثه ويقول كان عندي شاب زمان اول ما اترسم ابوه كان طبيب وصمم ان الواد يخش كليه طب. دخل الواد كل ميوله فنيه، دخل كليه طب عشان خاطر ابوه، ما كملش طب وشغال في حاجات فنيه خالص دلوقتي. طب ليه كده؟ ما دي ميوله ودي فكره. او اختيار شريك الحياه. لسه ما زلنا لغايه النهارده بنقعد نفرض. يا حبيبي انا بقى احيانا اقول للاب والام هو انت اللي هتتجوز ولا هم؟ صحيح احنا نوجه اولادنا ونقول لهم الصح، نقول لهم طب خد بالك، طب ادي، طب اعمل، طب ساوي، طب لا ده لا ده ممكن حد مش مناسب نوجهه، لا حبيبي لا ده كذا. لكن كمان ليه في فرصه، مش كده ولا ايه؟ طبعا احترام يعني احترام والتقدير داخل الاسره ده حاجه مهمه جدا. خدنا كام حاجه دلوقتي؟ مشاعر الحب ومشاعر التشجيع، وخدنا مشاعر الاحترام والتقدير. نمرة 4 مشاعر المساندة. المساندة نسند بعض يعني. ايه هي المساندة؟ يقول لك المساندة هي ان يشعر الانسان باخيه ويقدم له شيئا يرفع عنه المعاناة، وان لم يستطع فعلى اقل تقدير يصلي من اجله باستمرار. اسند. كم من الناس يا احبائي مطروحين جرحى نفسيين وعندهم صدمات وعندهم ألم ألمت بيهم، ينتظروا ايه؟ ينتظروا سامري صالح يعدي بس يضمد الجراح دي. كم من النفوس بقى مطروحة في الخطية والشيطان عمل فيهم حاجات كتيرة، محتاجين مساندة.
مشاعر المساندة يقول لك مش مجرد مشاعر، بل طاقة حب تولد عملا وبذلا وعطاء. ساند، اسند الفقراء. اسندهم بايه؟ تأثرت بيهم، سد عوازهم. تلاقي حد تعبان، اسند. ابونا اللي جه عندنا من يومين امبارح اللي كان بيخدم في السودان قال لي كلام صعب خالص، وانا في الحقيقه عشان عدد كبير من الاخوه السودانيين باخد اعترافهم، بسمع منهم المعاناه اللي شافوها الناس. ابونا حكى لي حاجه خطيره جدا، سمعني فويس كده، قعدت ابكي يعني، حتى قمت ودخلت الاوضه وانا متاثر جدا بالفويس. ان في ناس من الاشرار دول اللي هم في الحرب دول بيدخلوا على قرى يبيدوا الرجاله. يعني دخلوا قريه كده موتوا 190 راجل، ويعملوا ايه بقى؟ ياخدوا النساء يغتصبوهم. ففي بنات يقولوا ايه؟ بنت منهم بقى بعت لابونا فويس بتستأذنه ان لو الاشرار دول دخلوا انتحر واموت عفيفه ولنيش حد منهم يلمسني. شوف المعاناه. بقول له ايه ده بيحصل؟ قال لي ده بيتكرر في كله، مسيحيين وغير مسيحيين. البنات ما يقدروش يتعرضوا، محتاجين مسانده، محتاجين على الاقل نطبطب عليهم، بكم اهلا وسهلا. محتاجين مسانده، حزانه التعبانين دول، المظلومين نساندهم ونرفع عنهم الظلم والشهاده بكلمه الحق. المرضى اسندهم. ما في حد مريض مش عارف يجيب دواء، هات له الدواء، مش يجرى حاجه. لو انت داخل الصيدليه كده فلقيت حد غلبان كده مش عارف يجيب دواء، هات له الدواء. سندته، قلت له لا ما يهمكش واحنا معاك، ما يجراش حاجه. عجبني واحد مره قال انا كل ما اروح اجيب دواء من صيدليه معينه الدكتور كويس بقوم سايب له مبلغ صغير كده اللي يتبقى، يعني 20 30 اي حاجه تتبقى معاه، يقول له خلاص خليها لاي حد محتاج دواء وما معهوش فلوس. عجبتني، فكره حلوه خالص، نقدر نساند بيها الناس اللي مش قادره تجيب الدواء. الخطاة محتاجين سند، محتاجين حنان. الخاطي ده مريض. الخاطي مش واحد عايزين نطرده من الكنيسة، ده واحد عايزين نحضنه. ده اكتر واحد محتاج حنية. الخطاة دول محتاجين حنية، محتاجين صلاة، محتاجين افتقاد، محتاجين عمل فردي، محتاجين متابعة. انا امبارح كنت قاعد مع امناء الخدمة، قلت لهم كلمة مهمة جدا، قلت لهم أرجوكم إحنا عايزين نغير توجهنا في الكنيسة. مش عايزين عينينا تبقى متركزة على اللي موجودين جوه الكنيسة، عايزين ندور على اللي بره الكنيسة. يعني خلاص مش هنشوف اللي جوه بقى، اللي جوه موجودين وإحنا هنحافظ عليهم وبنخدمهم، لكن هنخصص خدام يعملوا إيه؟ يدوروا على اللي بره. عايزين ندور على اللي بره. صحيح الحصاد كثير والفعل قليلون. احنا بنصلي ان ربنا يبعت لنا فعلا. امبارح قلت له عايزين نصلي ربنا يبعت لنا خدام على كل المستويات. محتاجين خدام، محتاجين خدام، محتاجين كهنه، والخدمه تكبر، وعايزين نجيب كل حد بعيد. وده مش دورنا احنا كخدام، ده دور كل واحد فيكم. لما كل واحد فيكم يعرف ان في حد بيتوه ما يسيبوش، يجي يقول. عجبتني حد من قريب قال لي ابونا فلانه بعيده عن الكنيسه شويه، ارجوك افتقدها. انبسطت قوي. حاضر، اصل في حاجه ابونا كده مش عجباني. لا كويس، نهتم ونروح نسال تعالي فلانه ايه. طب كويس يا ابونا انك افتقدتني في الوقت المناسب، فعلا انا كنت متضايقه ونفسيتي تعبانه. وارد، صح ولا ايه؟ محتاجين ده. محتاجين، اسمعوا بقى اللي جاي دي، مسانده بين الزوج والزوجه، كل منهم يساند الاخر في ضيقاته وتقصيره ونقاط ضعفه. بص، كل واحد فينا عنده نقطة ضعف. يعني تيجي زوجة تقول ايه؟ اصل هو عنده نقطة ضعف، عصبي قوي، ولما بيتعصب بينسى نفسه. اسنديه في دي، ما تساعدهوش على انه يتعصب، لا ساعديه انه ما يتعصبش. انت كمان عارف ان هي نقطة ضعفها انها بتزعل، حساسة زيادة عن اللزوم، ما تقعدش تضغط وتقول ما عشان تبطل الحساسية اللي عندها دي. وتبطل ليه يا حبيبي؟ ما هو ده غصب عنها.
يعني تبطل بالضغط. هو في حد بيتعالج بالضغط يا اخوه؟ مش حد بيتعالج بالضغط. يعني انا اروح لدكتور اقول له انا بطني وجعاني يقعد يدوس عليها ويقول لي اعالجك عشان تبطل بطنك توجعك؟ يا ده الدكتور بطني وجعاني يدوس انا اسف يا ابونا، انا اسف، انا ده انت موجوع خالص من الجزء ده، صحيح؟ مش كده ولا ايه؟ هو ده ما تضغطوش. لما تلاقي ابنك عنده نقطة ضعف ما تقعدش تضغط على نقطة الضعف اللي عنده دي. انت شقي طب هو غصب عنه. ولد هادي زيادة عن اللزوم، انت لازم يا عم بالراحة. ساند. مشاعر المساندة بين الزوجين هي لا تقود إلى النمو والنضج النفسي. البيت اللي فيه بنسند بعض. هو ربنا ليه خلق الزوجة؟ ليه ما خلق لناش 2 آدم ولا 10 آدم؟ عشان الزوجة ايه؟ معينة نظيرة تسند. معينة يعني ايه؟ سند. كل واحد، شوفوا انا قلت لكم كلمة قبل كده اقولها ورزقي على الله. ما حدش هيبقى لك غير مراتك، وما حدش هيبقى لك غير جوزك. عندك 10 عيال، عندك 15، اسم الله عليهم ربنا يخليهم، كل واحد بكرة يلتصق بامرأته وبقى قابلوني يعني العيال كلها مشغولين، وده دورنا احنا نربيهم وخلاص. لكن مين اللي هيفضل يسندك؟ ومين اللي هتستند عليها؟ ومين يسندك؟ الزوج والزوجة. الزوج والزوجة هم السند لبعض. نمرة 5 مشاعر المشاركة. مشاعر الايه؟ المشاركة. دي نمرة كام؟ المشاركة شبه المساندة، بس المشاركة يعني ايه بقى؟ المشاركة دي الآية اللي بتقول ايه؟ فرحا مع ايه؟ الفرحين وبكاء، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين في رومية 12. يعني ايه؟ شارك الناس في فرحهم وفي حزنهم. ودي تتضمن ايه بقى؟ تتضمن يقول لك بعدين مهمين قوي. يعني ايه بقى فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين؟ يعني بمنتهى البساطة تشعر بمشاعر الآخر. فرحان افرح معاه، حزين احزن معاه، مش كده ولا ايه؟ شك. اخوك فرحان افرح لفرحه، مش كده؟ طب وزعلان؟ دي جايه، ما احنا اعضاء جسد واحد، مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش حد اخوك يبقى ولا الزوج يبقى فرحان وزوجته حزنانه، ولا العكس. افرح مع بعض، نشترك. احنا بيبقى عندنا في الكنيسه جنازه الصبح، وممكن بعد شويه عندنا اكليل. موضوع صعب، بس بالحقيقه بنبقى في وقت الجنازه متألمين. طب وفي وقت الفرح فرحانين. وانا فرحان لابني وزعلان على اللي فقدته، مش كده ولا ايه؟ بس مشاعر، لازم يكون في مشاعر ايجابيه. البعد الثاني انك تضع نفسك في مكان الاخر وتسأل نفسك انا لو كنت مكانه كنت اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ اوديكم امثله. واحد في جنازه منهار ومش قادر يمسك نفسه وعمال يعيط ومش قادر، غصب عنه. تقول هو ايه اللي بيعمله ده؟ مره بعتوا سؤال للبابا شنوده، بابا شنوده الثالث ربنا يريح نفسه. قالوا له يا سيدنا يعني اصدر لنا قرار على الناس اللي احيانا تروح في الجنازات تتمرمخ في التراب دي وتعمل حاجات كده صعبه. انا كنت حاضر العظه دي، فانا قلت ايه؟ ده كان سؤال يعني. قلت سيدنا هيقول ده احنا الناس اللي هتعمل كده دي خطيه، واحنا كنت شاب لسه كنت متصور كده. سيدنا راح رد قال ايه؟ قال اعذروا الناس بتبقى احيانا مجروحه، واحيانا يبقى عندهم شاب صغير ولا حد زوج رب اسره ولا بنت عروسه، ناس بتبقى متألمه جدا، فالله يكون في عونهم. فاعذروا مشاعر الناس. درس حلو. حط نفسك لو مكانه كنت هتعمل ايه؟ ناس عندهم فرح وانت عندك مذاكره، ولا هتقول يعني عمالين يعملوا هيصه، فرحانين هيعملوا ايه؟ الكتاب يقول ايه؟ من يضعف وانا لا اضعف، من يعصر وانا لا ايه؟ التهب. اخر حاجه خدنا كم مشاعر فاكرينهم؟ افكركم بيهم ال5. يلا قولوا معايا. 1 مشاعر الحب، 2
مشاعر التشجيع. 3 مشاعر الاحترام والتقدير. 4 مشاعر المساندة. 5 مشاعر المشاركة. 6 نسيان المشاعر الجريحة. أقولها تاني، نسيان المشاعر الجريحة. في مواقف وأحداث بتجرح مشاعر. جرحنا، فلان جرحني، وأحيانا ربنا يسمح بإنك تنجرح عشان يعني إيه؟ يصحيك. مش كده ولا إيه؟ أنا عايز أفوقك، فيسمح لك بجرح. وأحيانا ننجرح من ناس وعارفين جراح المحب دي أصعب جراح. يعني لو جاي بقى من حد قريب يبقى الجرح غائر شوية. طب نعمل إيه مع المشاعر دي؟ يقول لك شفائنا وعلاجنا يتوقف على مدى النسيان على النحو التالي. ايه هو بقى؟ 1 نسيان الحدث نفسه بانشغالنا بمشاعر واحداث اخرى. يعني ايه؟ نستبدل المشاعر السيئة بمشاعر ايجابية. حد زعلك وجرحك والجرح كان صعب والكلام كان صعب. كلنا بنعمل حاجة خطيرة جدا. ايه هي؟ عاملين نعمل زي الجمل. عارفين الجمل بيعمل ايه؟ يخزن ويعمل ايه؟ ويختار. يقعد يقول لك يختار يعني ايه؟ يعني الجمل يحط كده الاكل في جزء من رقبته كده، وبعدين لما يجوع يقوم مرجعه لفمه، يمضغه تاني ويبلع ويختار كده. يعني ايه دي؟ يعني ايه؟ نقعد نسترجع كل الأوجاع والتعب والألم، وينتج من ده إيه؟ مشاعر حقد أكتر وكراهية وبغضة. ده ربنا إحنا نقول له نجينا من تذكار الشر ونلبس الموت. جراح اللي جا. فحاول تنسى، وعشان تنسى المشاعر السلبية دي بدلها بمشاعر أخرى مقدسة. حط بدل المشاعر السيئة مشاعر إيه؟ حلو. فكر مشاعر الفرح، فكر في حاجة إيجابية. نمرة 2، لو تعبت خالص، نسيان الأشخاص الذي تسببوا لك في مشاعر مؤلمة. انساهم. مرة واحد قال لي فلان ده عمل معايا حاجة صعبة جدا، وأنا كل ما أشوفه أبقى مش طايقه. عارفين قلت له إيه؟ قلت له البس نظارة سوداء. قال لي يعني إيه؟ قلت له زمان جبنا متكلم في اجتماع خدام زمان خالص، كنت انا لسه خادم. ادانا موضوع بعنوان ايه؟ اسمه غير النضاره. يعني شوف بطريقه مختلفه. طب واللي مزعج ده بقى ما تشوفوش. البس نضاره سوداء كانك مش شايفه. مش كده؟ هوا. ما هو متعمد ان هو يضايقك. ابونا بشوي كامل كان يعدي من افطاري الكنيسه، واحد كده فاتح محل معرفش جزاره ولا ايه، يقعد يسأله. ابونا بشوي يعدي حاجه كانه شايفه ويقول سلام ويقوم معدي. هو مش شايفه بالعين الجسديه دي، لكن شايفه بعين القلب اللي هي مليانه ايه؟ محبه. ويصلي من اجله. وفي يوم من الايام لقى الراجل ده قافل، وراح سأل عليه، قالوا له ده في المستشفى، راح زاره. مش كده ولا ايه؟ ربنا يبارك حياتكم ويسندكم. النهارده خدنا جزء من المشاعر اللي هي بنسميها ايه؟ المشاعر والعلاقات الانسانيه، موضوع ضمن موضوعات ايه؟ المشوره الروحيه للاسره الايه؟ المسيحيه. ربنا يبارك حياتكم. لإلهنا كل مجد وكرامه في كنيسته من الان والابد امين. اشكركم خالص.